السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلبي الأعزاء. يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. طبعا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل. أذكركم بأن عندنا قناتين، قناة مودي قلب دودي وقناة أنا مودي مامتي دودي. أتمنى الاشتراك في القناتين وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد، وأتمنى من كل شخص يشاهد الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو لو سمحتوا. طبعا هنا هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل، تحفة تحفة وأكلة كل الدول العربية بتعشقها، مش دولة مصر بس. طبعا شوفوا زي ما حضراتكم شايفين انا حبيت اوريكم اكتر من قطعة عشان تعرفوا ان هي طالعة معايا خرط. طبعا بطلعها خرط ازاي، كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. واللحمة اللي انا بستخدمها اكيد لحمة بلدي من عند جزار نضيف، ما بستخدمش المستورد تماما. يلا بينا نشوف الفيديو. هنا اللحمة بتاعتي انا كنت معصجاها من قبلها بيوم بالليل، عشان بحكم شغلي يعني وكده وباشتغل، فما عنديش وقت فاضي، فطبعًا قُلت أعصّجها قبلها بيوم. فكنت معصّجاها، فأنا كنت حاطاها على الرف بافُكّها يعني بادفّيها على النار. وهنا كنت باسخّن مَيّة للمكرونة أسلُقها فيها، وحاطة في المَيّة دي شوية ملح فقط لا غير، ما باحطش فيها زيت خالص. مَيّة المكرونة البشاميل اللي بتتسلق فيها ما بيتحطش فيها أي نوع من أنواع الزيت. وطبعًا هنا كنت مطلّعة 2 كيلو لبن عشان أعمل بيهم البشاميل، وكنت بافكّهم على النار، لإنهم كانوا frozen طالعين من الفريزر. طبعًا هنا اللحمة كنت باعصّجها، هي مش سمرا ولا حاجة خالص، هي الإضاءة هي اللي ما كانتش كويسة تمامًا، كانت الإضاءة منخفضة جدًا يعني، تمام. فدي اللحمة كنت دفيتها معانا. وهنا كان الصواني البشاميل، كنت هاعمل صينيتين بشاميل، فالصواني كنت طبعًا بادفيها على النار علشان أسيّح فيها قطعة الزبدة اللي هامسح بيها الصينية. يا إما هتدهني الصينية بتاعتِك بقطعة من الزبدة أو قطعة من السمنة البلدي، فأنا ما كانش عندي سمنة بلدي في الوقت ده، فما كانش عندي غير زبدة، طبعًا نوع نضيف جدًا، فقُلت أدهنها بالزبدة زي ما حضراتكم شايفين. دهنتها من تحت من الأرضية وكمان من الجناب عشان أقدر أطلّعها قطع تمام. تركاية كمان عشان تطلع معايا قطع هنعرفها في آخر الفيديو. طبعًا هنا زي ما حضراتكم شايفين عملت أول واحدة، دي التانية، دي الصينية التانية بهذا الوضع زي ما حضراتكم شايفين، باسيّح فيها أيضًا قطعة الزبدة اللي بافردها في الصينية. عايزة تعملي في صينية تيفال براحتك، ألمونيوم براحتك، جرانيت، سيراميك، اللي أنتِ عايزاه، أي نوع براحتك. هل هتلزق فيها؟ لأ مش هتلزق، سواء حتى لو ألمونيوم، أنا عاملة قدامكم في ألمونيوم ما بتلزقش. طبعًا هنا المَيّة غليت معانا، يعني بدأت في الغليان، هابدأ أصُب فيها المكرونة. وطبعًا هنا باستخدم مكرونة أقلام اللي هي كبيرة شوية دي، طويلة شوية. وأنا باستخدم بصراحة في أنواع المكرونة نوع حواء، أفخم وأنضف أنواع المكرونة في جمهورية مصر العربية. مش إعلان، لكن هي أنضف وأجود نوع في المكرونة. العجينة اللي معمولة منها المكرونة تحفة، تحفة، تحفة. تسلم، تسلم شركة حواء للمكرونة، ميرسي لحضراتكم. طبعًا هنا كنت استخدمت 3 أكياس مكرونة حوا. طبعًا ال3 أكياس أكيد جُم كتير كمان على الصينيتين، رغم إني عاملة صينيتين كبار، فاستخدمت الباقي في صينية تالتة وهنشوف مع بعض في النهاية. طبعًا أول ما أحطها في المَيّة إيدي فيها أقلّبها علشان ما تلزقش منّي، تمام. وكل شوية أهي بدأت تغلي معاها أكتر، كل شوية هاروح أقلّب فيها، وفي نفس الوقت باغلي اللبن على النار أهو بدأ يغلي، اللي باعمل منه البشاميل. طبعًا هنا أنا باعمل بشاميل، باجيب خلطة البشاميل باحط على كل كيلو لبن كيس واحد خلطة بشاميل، تمام. فدول كانوا 2 كيلو من اللبن اللي هو الحليب، حطيت عليهم كيسين خلطة بشاميل. وطبعًا باقلّب بطريقة عادية خالص، سواء كتّل معايا ما كتّلش معايا، أنا ما باخافش خالص ولا باقلق. باعمل إيه، باقوم شايلاه كلّه
بعد ما اقلبه تقلبتين بس في بعض كده، انا مش عايزه ان انا افك التكتلات ولا اي حاجه خالص، بقوم شايلاه على الخلاط، شفشق الخلاط اضربه ضربتين، وبيبقى معايا احسن بشاميل. تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهو، قلبته تقلبتين، اخدته على شفشق الخلاط، هضربه مع حضراتكم ضربتين، هيبقى احسن بشاميل، ومش هيبقى فيه اي حاجه، اي تكتلات خالص. هنا كنت نقلت اللحمه من الحله، حطيتها هنا في قصعه كده، وبعد كده هنا بصب البشاميل. ده اللي هو كيس البشاميل، اللي هو خلطه البشاميل، كيسين مع 2 كيلو من الحليب. وايضا المكرونه كانت بدات تتسلق، بسلقها سلق تام، لان عندي المكرونه لازم تكون مسلوقه كويس جدا، اللحمه لازم تكون متعصجه كويس جدا، والبشاميل ايضا لازم يكون اخد قدره على النار من الغليان ومن السوا بتاعه كويس جدا جدا جدا. واللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو ما ينساش يصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا بقعد اقلب البشاميل لحد ما يبدأ يتقل معايا، انتي بتقليه بالسمك اللي انت عايزاه. بتقله ازاي؟ افرضي انا عايزه اتقله اكتر ما انتي حباه، يعني اكتر ما انا عاملاه، بتقليه بكمان يعني شويه من خلطه البشاميل. انا بحط على كل كيلو لبن كيس خلطه بشاميل. لك الحريه انك تحطي اكتر او اقل، انا بحبها بهذه الطريقه. طبعا دي كمان لسه طريه، لسه هتتقل معايا، هنشوف في النهايه هتتقل ازاي. طبعا اللي قدامكم دي مش تكتلات، دي كده من الارضيه وهتروح كلها في النهايه، خلاص ما عادش هيبقى فيه تكتلات، لان انا ضرباه في الخلاط. مش عايزه تضربيه في الخلاط، عندك لو هاند بلندر على طول وهي على النار كده بتقلبي بيها وتبقى تحفه. زي ما حضراتكم شايفين ايدي في البشاميل عشان ما يعملش تكتلات في الارضيه، وايضا كانت ايدي في المكرونه علشان يعني ايه ايدي في البشاميل، يعني بقلب على طول ما بسيبهاش. زي ما حضراتكم شايفين اقعد اقلب اهو، بدأ يستوي معايا. اعرف ازاي ان البشاميل استوي؟ اهو بدأ البشاميل يلم على بعضه كده كأنه هيفور زي الغليان كده، يبقى وصل لدرجة السوا بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين اهو بدأ يلم معايا كأنه بيغلي. هبدأ اقفل عليه كده، خلصنا. عندي الصينيتين اللي انا دهناهم زبدة، وده البشاميل اللي انا بوري لحضراتكم، ودي المكرونة، وحطيت عليها كمان شوية من البشاميل عشان اقلبهم فيها، ودي اللحمة بتاعتي. كنت مستخدمة قد ايه للصينيتين؟ كنت مستخدمة كيلو من اللحم البلدي الطازج. طبعا هنا ما ينفعش ارص المكرونه في الصينيه الا ما اقلبها في شويه من البشاميل. وايضا كمان مش بقلبها في بشاميل بس، بقلبها في كمان 3 4 معالق لحمه كبار. يعني كمية المكرونة اللي عندي قبل ما ارصها في الصينية، لازم بقلبها في شوية من البشاميل عشان تكون متماسكة ومتجانسة مع بعضها. وكمان بحط عليها 3 4 معالق كبار من اللحمة البلدي المفرومة بتاعتي، سواء بلدي بقى سواء مستورد، زي ما حضراتكم يعني بتحبوا او بتستخدموا. وهبدأ هنا احط في الصينية منها. تمام. اهو رصيت اول طبقة هنا وهنا زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بعد ما ارص اول طبقة تحت واول طبقة تحت هنا ايضا، هبدأ احط يعني كم اللحمة بتاعي. هبدأ افرد اللحمة هنا وهنا، احط هنا حوالي نص كيلو، هنا حوالي نص كيلو. تمام. زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هبدأ بعد طبقة اللحمة دي هقفل بقى عليها بآخر طبقة من المكرونة الجوسي المختلطة ببعض البشاميل واللحم. زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده اهو مودي كمان نودي قاعد جنبي، روح القلب والنني، ما تنسوش تحطوا لايك عشان خاطر مودي قلب دودي اهو. كان بيقول لي عايزه ادوق يا مامي، قلت له دوق بألف هنا وعافيه يا روح قلب الام. كان بياكل، كان جعان عايز ياكل قبل ما تدخل الفرن، قلت له استنى. طبعا اكل واحده او اتنين كده خلاص. بعد كده اخدت البشاميل بتاعي حطيته على الوش، يعني بقفل الوش كله بالبشاميل. زي ما حضراتكم شايفين هو ده صواني البشاميل بكل سهوله ويسر.
اتبقى معايا شوية بشاميل، اتبقى معايا شوية مكرونة. هخلط الاتنين دول على بعض بدون لحمة خالص وهعملهم في صينية تالتة. يبقى انا عملت صينيتين مكرونة بالبشاميل باللحمة، والصينية التالتة البواقي عملتها من غير لحمة في صينية تالتة خالص. اهي دي الصينية التالتة اللي هي بدون لحمة اللي انا وريتها لكم. دي الباقي منها، لان البشاميل كله لبن مفيد مغذي صحي، والمكرونة وطبعا دي نعمة ما ينفعش نرميها. فهنا بوريكم اول صينية دخلتها الفرن، تاني صينية فوق والتالتة جنبها. طبعا بدأت تستوي. وده كان معانا طريقة عمل المكرونة البشاميل بكل سهولة ويسر. ما تنسوش تصلوا على النبي محمد. اللي مش عايز يستخدم خلطة البشاميل الجاهزة من السوبر ماركت او المول او الهايبر او من اي مكان، ممكن يستخدم 3-4 معالق من الدقيق الكبار، يلوحهم في شوية من السمنة، يعني يقلبهم في قطعة من السمنة في معلقة أو معلقتين سمن لحد ما ريحتهم تطلع كده، وبعد كده يصب عليهم اللبن ويعمل أحلى بشاميل مع التوابل بتاعته. ما تنسوش حبايب قلبي لايك وشير وكومنت حلو زي قلوبكم ودعوة حلوة لمودي قلبي دودي، وأتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.